أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. نرحب بكم أيها الإخوة أجمل ترحيب، ونشكر لكم حضوركم ومشاركتكم في هذا اليوم الطيب المبارك. Toplumların geleceğini dikilen fidanların gelecekte neler yapılabileceğini gösteren bu güzel tabloda gelecekteki inşallah güzel günleri bu çocukların sayesinde yaşatacaklar. كنا دائما على يقين مطلق أن النصر قادم. ما دخلت مكانا درست فيه، وبفضل الله درست في عدة جامعات في تركيا، إلا وجدت السوريين حيثما دخلت، في كليات الاقتصاد، في الكليات العلمية، في الكليات الأدبية، في كل الكليات. كلما دخلت رأيت السوريين يدرسون ويبذلون الجهود، فقلت والله ليس ما بيننا وبين نهضة وطننا إلا زوال الطغاة، وسيزولون، والحمد لله أنهم قد زالوا اليوم. بفضل الله السوريون يتميزون بشيء، أخذوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم: لو قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. لا يوجد يأس، لا يوجد إطلاقا أي يأس، بل دائما نحرص على أن نكون بإذن الله ممن ينتظرون نهضة الوطن ليبنوه. واليوم كل الطلاب الذين بفضل الله درسناهم أتفاجأ اليوم واحدهم صار قاضيا في دمشق، واحدهم صار عضوا في مجلس الشعب، أحدهم صار في السفارات الخارجية، أحدهم صار في أقسام الأمنية، أحدهم تسلم هو وزملائه المكتبة الوطنية التي كنا نسميها الأسد. الحمد لله كل ما رأيناه سابقا وأيقنا فيه الحمد لله رأينا طلابنا قد وصلوا إلى تلك الأماكن التي أيقنا أنهم سيصلون إليها، لأن أملنا بالله كان كبيرا، أن الطغاة إلى زوال دائما، وأن الشعب الحر إلى حريته شاء من شاء وأبى من أبى. والحمد لله الذي أكرمنا بالنصر المبين، النصر الذي كنا هنا نتحدث عنه ونؤمل النفس فيه في الحفل الماضي، وقلنا إن الفرج يأتي بلا إرهاص حتى توقن أنه من الله، وقد جاء بلا إرهاص الحمد لله. ثوارنا الأبطال، زملاؤنا الأكارم الذين كانوا هنا وكانوا ينزلون إلى إدلب كثيرا، الحمد لله فاجأونا أنهم كانوا من قادة رجال التحرير، وأنهم وكثير منهم ما شاء الله قد انتهجوا سرية تامة. نجالسهم والله ما كنا نعرف أنهم من قادة التحرير حتى تحقق التحرير بفضل الله تعالى. فإذا نحن أبناء أمة توقن ما معنى الوطن، وما معنى قيمة الوطن، وما معنى حب الوطن. في أي مكان تذهب إليه ترى السوريين مشرقين مبتهجين، والحمد لله ما بيننا وبين بناء الوطن إلا هذا الحب الذي رأيناه قبل قليل في هذا الجيل الذي يعلمنا أن السورية حيثما كان دائما يغرس الفتيلة. أخونا حمزة الحسن أبو كامل ممن أضرب بهم المثل في هذا الأمر. كانت الأمور تضيق خناقا كثيرا على السوريين، على الذين يقطنون في هذا الحي. كلما أراد أن يفتح مشروعا قيل له
وما الفائدة غدا سيذهبون. كلما أراد أن يغرس غرسة قيل له وما الفائدة غدا يرحلون. كلما أراد أن يبني هذا الجيل قيل له وما الفائدة. فالهؤلاء الطغاة باقون، وكان دائما يقول لا إنهم زائلون وهؤلاء عائدون إلى الوطن. والحمد لله جعل الله في غراسك وفي أجرك وفي صحائف أعمالك. الحمد لله الذي أعاد لنا الوطن، الحمد لله الذي أكرمنا بنعمة التحرير، ونسأل الله عز وجل أن يكرمنا ببناء الوطن. ونحن كما قلنا شهدنا 3 معجزات. المعجزة الأولى قالوا لا يمكن أن يتحرك الشعب السوري، فحققنا المعجزة الأولى وتحركنا. ثم قالوا لا يمكن أن تستمر الثورة، وتحققت المعجزة الثانية واستمرت. ثم قالوا بعد أن حوصرنا في الشمال السوري قالوا لا يمكن أن يصنع التحرير، وتحققت المعجزة الثالثة وبقيت الرابعة، أنهم يقولون لن ينهض الوطن وسينهض، ونحقق المعجزة الرابعة بإذن الله. وشكرا لكم جميعا. من بعد ودد يطلع الثوار والموت والطوفان والإعصار، فافرش لهم ورد القلوب فإنهم سر وشد بجلاله الأسحار، فهم إذا طلع الصباح ضياءه، وهو إذا جن الدجى أقمار، آياتهم في العالمين طهارة وحمية وعذرة. دقات قلبك نبض قلبي، وخطاك خطوي نحو دربي. الله 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 آخى بيننا بعقيدة ربطت وحبي. في وقت كان العدو فيه يجمع جمعا بالانقضاض على ما تبقى من أماكن ثوارنا ومن الأحرار. دعوهم يتقاتلون على الأوهام، على جثث مؤامراتهم، حتى يسهل علينا القضاء عليهم. ها 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 ها. وانظروا على دربهم ثابتين، فإنا نصرا يعز الله به الأمة، وإما شهادة نلقى بها ربنا وهو راض عنا. العدو يحشد على الأبواب، والبطن لا يحمي تصيب، بل تحمي الأمة. يد واحدة يعقاد أو الفناء. Ümmetin herhangi bir parçasına dokunan acı hepimizin acısıdır. Kaderimiz de, geleceğimiz de ortaktır. Omuz omuza şehadeti yürüyenlerin sorunları alarak bugün de yıkılmaz bir kale misali dimdik yanındayız. والنوم لعينيهم جافي، شرف للختم الله لحافظه، أنهار تجري وجناتي، ومن حفظ ما فارس واحد. أسكانا تعب مروى ونسيناه، لكن ربي لا ينسي. عبد الرحمن سالم. روحي والريحان. حياكم الله، اهلا وسهلا. انا اخوكم حمزه الحسن ابو كامل، مدير مركز ابو ايوب الانصاري لتحفيظ القران.
نحن هنا منذ 9 سنوات في هذا الحي المتواضع، يسكن فيه فقراء السوريين الذين لا يستطيعون أن يدرسون أطفالهم ممكن في مدارس خاصة وكذا. نعلمهم نحفظهم القرآن الكريم والأربعون النووية وبعض الآداب الإسلامية وحروف القرآن الكريم. الله يحفظكم. طبعا الحمد لله نحن ندربهم ونعلمهم على بعض الفعاليات التي تقوي شخصيتهم، مثل العمل المسرحي الذي رأيتموه وبعض الفقرات الهادفة التي تساعدهم إن شاء الله على بناء شخصيتهم. الحمد لله اليوم كان عندنا تكريم ل 45 طالب قد حفظوا أجزاء من القرآن الكريم وأنهوا مرحلة الرشيدي، كتاب الرشيدي والأربعون النووية الحمد لله. أول شيء الشكر موصول لإدارة المعهد، مدير والكادر التدريسي، وقلنا الشرف أنه نحضر هالحفل التكريمي للطلاب، وإن شاء الله تعالى يعني كان الطلاب أول ما سجلناهم في المعهد كان دائما التحفيز والمكافآت في بداية الأمر هي الواجهة الأولى لانطلاق الأطفال إلى المعهد. يعني طبعا تعرف أي ولد لما يكون في عمر 5 أو 6 سنوات يكون صعب أنك ترسله للمعهد أو لتحفيظ القرآن، لكن نحن حاولنا جاهدين عن طريق التحفيز، عن طريق المكافآت، عن طريق تشجيع الطفل. دائما ما كنت آخذ الأطفال معي إلى الجامع القريب، المسجد القريب في الحي، فكان الولد يشوف الإمام يقرأ قرآن، فكان عنده حافز أنه يتعلم القرآن الكريم ويتعلم اللغة العربية، وخاصة نحن في بلد يعني يعتبر عجمي، فكان اللغة العربية يعني لها المكان الأوسع في اهتماماتنا نحن كعرب موجودين في اسطنبول. أولا أنا عمار يوسف الحسن، والد عندي طفلين محمد يوسف ووفاء، صار لهم في المعهد ما يزيد على 2 سنين، والحمد لله نحن بندعمهم يعني ماديا ومعنويا للاستمرار في هذا الشيء، لأن نحن في بلد مثل تركيا فلازم يكون الاهتمام للغة العربية في المقام الأول. وأنا مقيم في اسطنبول من 10 سنوات، فأعمل في مجال تصدير المفروشات إلى الدول العربية والأجنبية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أعرفكم عن نفسي، أنا الأستاذ عمر نجار، خريج جامعة حلب كلية الشريعة. أنا والد طالبة ليان نجار، تقريبا 2 3 صلى في هالمركز. أود أن أشكر إدارة هذا المركز على ما قدمه لها من اللغة العربية وتحفيظ القرآن الكريم، وأعرفكم عن مدى أو تأثيرها على السلوك. فابنتي ليان بداية عندما وضعناها في هذه الروضة كان لها أثر كبير على سلوكها في حياتها، فقد تعلمت أن الصدق هو أهم كل شيء، وأن الإنسان يجب أن يكون صادقاً. فالقرآن الكريم هو دستورنا وهو منهجنا، قرآن ربك يا محمد عزنا ونظامه الداعي لعيش أرغد. إسلامنا نور يضيء طريقنا، إسلامنا نار على من يعتدي. يا هذه الدنيا أصيحي واشهدي، إنا بغير محمد لا نقتدي. فالقرآن هو دستور الحياة، فالصدق هو أساس كل شيء. وثانية لمسنا هذا من خلال الأمانة، من خلال الصبر، من خلال القول الحسن. فعندما تمر معها آية مثلا عن الصدق تقول يا أبي إن الصدق شيء جميل، وعندما تمر معها آية عن الأمانة تقول يا أبي إن الأمانة شيء عظيم في حياتنا، يجب أن نطبقها ويجب أن نقولها دائما وأن نفعلها قولا وفعلا. فالقرآن الكريم قولا وفعلا وتطبيقا وسلوكا ومنهجا للمسلمين في حياتهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، اسمي حسناء أسعد، لدي أولاد، ولدان، بنت وصبي، هنا في مركز رياحين المستقبل. أنا بحثت كثيرا عن مركز لأعلم أولادي القرآن الكريم، فوجدت هذا المركز، الانضباط والالتزام بتعليم القرآن. ونحن نبحث لأولادنا عن تعليم القرآن، لأن القرآن علموا أولادكم القرآن فالقرآن سيعلمهم كل شيء، وخيركم من تعلم القرآن وعلمه. فمن تعلم القرآن التزم بدينه وأخلاقه، فالقرآن هنا سيعلمه كل شيء. ولهذا اتجهت إلى هذا المركز ووجدت فعلا الالتزام والانضباط، وهناك
آنسات ومدير تعاملهم معنا كان كثيرا حسنا جيدا، ووجدت الانضباط ورأيت نتائج عملية على أرض الواقع لأولادي، فلمست بذور العلم لديهم، فأصبحوا يتعلمون القرآن بشكل جيد ويطبقونه عمليا من خلال الالتزام بأخلاقهم والتعامل، ويسألوني عن معاني القرآن، فهذا أهم شيء، أن تتعلم القرآن وأن تتعلم معانيه. وجزاهم الله خير الجزاء لمن علم الأولاد وبارك الله فيهم. أنا اسمي عبد السلام من روضة هنا ورايحين المستقبل. بشكر أمي كثير لأني تعلمتني القرآن، ومن القرآن صرت انضبط وأحب رفقاتي وصلي وأقرأ قرآن وانضبط، والأمان والصدق. أمي شجعتني حفظ القرآن الكريم. أنا بشكر أمي كثير شجعتني. تعلمت القراءة وتعلمت الدرس وتعلمت الكتاب وتعلمت يعني كثير شغلات. أنا بشكر أمي كثير لأني حفظتنا القرآن الكريم. تعلمت الصدق وتعلمت الكتاب وتعلمت القرآن وتعلمت كل شيء، كثير أشياء. Benim adım Muhammed Kamil Alhasan. Benim annem ve babam beni çok heyecanlandığı için Kur'an okumayı çok teşekkür ediyorum. Ben Kur'an'dan her şeyi öğrendim. Arkadaşlarımla güzel konuşmayı ve okumayı, her şeyi öğrendim. Selamünaleyküm. Adım Yusuf, soyadım Cevese. 12 yaşındayım. Kur'an okumayı çok seviyorum. Annem, babam hepsi bana yardım ettiler Kur'an okumaya. 5 yaşından beri okumayı biliyorum.